يعني بعد انتهاء الانتخابات نحن نعتبره إنجازا كبيرا، لأن تواجد الحكومة سيعكس جديتها في إحلال الأمن في البلد. النقطة الثانية، الشباب والحزب الإسلامي أعدوا خطة بالانقضاض على الحكومة، والحكومة استطاعت أن تبقى وتجتاز هذه المرحلة. النقطة الثالثة، طبعا هم الشعب الصومالي أن يجدوا حكومة تحكمهم بالإسلام، فلله الحمد هذا تم إنجازه. أيضا تصحيح الإدارة، سواء كانت المصارف أو مؤسسات المالية. أيضا العلاقة الجيدة التي يعني يحظون بها شرائح المجتمع الصومالي التي لم يتلقوا فيها من قبل، أعتقد كلها تأتي في مجال الإنجازات. طيب فخامة الرئيس، كثيرا تحدثتم عن من وصفتموهم بالإرهابيين والأجانب الذين دخلوا إلى الصومال. أريد أن أعرف منك أولا متى وصلوا هؤلاء إلى البلاد، ومتى شخصيا فخامتك عرفت بوجود شخصيات إرهابيين موجودين في الصومال؟ أولا تواجدهم في الأغلبية قد يكون حدث في الوقت الذي كانت تدور المصالحة في جيبوتي، لأن كانت هناك فترة صراع، وكانت فترة انتقال إلى سلطة جديدة. وأيضا بعد انسحاب القوات الإثيوبية وجدوا فرصة إلى دخول البلاد، واخترقوا صفوف المقاومة، وأصبح التجنيد للشباب وغيرهم، فتواجدهم تكاثر في ذلك الوقت. أما بداية دخولهم أنا لا أستطيع أن أحدد. لكن ألا تشعر سيادة الرئيس أن خطابك هذا عند الحديث عن الإرهابيين وعن الأجانب لا يختلف كثيرا عما كان يقوله الرئيس السابق عبد الله يوسف، وحينها عندما كنت زعيما للمعارضة ترفض هذه الأنباء؟ في البداية يعني جميع الأعمال التي يقومون بها الشباب أو غيرهم من تفجيرات وقتل الناس وتشريد المواطنين هذا عمل إرهابي. أيضا خطاب القيادات لتنظيم القاعدة بما فيها أسامة بن لادن، أيمن الظواهري، ودعوتهم بالإطاحة للحكومة، والنهج الجديد الذي تمارسها القاعدة في العالم الإسلامي، هذا دليل على أن ما نقوله صحيح. لكن نفس هذا الخطاب هو ما كان يقوله الرئيس السابق. يعني الرئيس السابق كان يتحدث عن إرهابيين، كان يتحدث عن عمليات إرهابية، وحينها كنت تقول أنه لا يوجد في الصومال إرهاب، لا يوجد هؤلاء، كنت تتحدث عن هذا الموضوع. هل انخرط الأمر بهذا بعد انتخابكم؟ نحن قبل قليل تحدثنا عن توافد الأفراد أو المجموعات الإرهابية وتسللهم إلى الصومال، والوقت الذي حدث ذلك، وهذا الإعلان وهذه الأعمال وأيضا التسجيلات الموجودة الآن وتلبية الشباب لهذا النداء، أعتقد أنه لا يحتاج إلى كثير من الإيضاحات. لو رجعنا إلى أيام المحاكم الإسلامية، كنت زعيم للمحاكم الإسلامية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن وجود 3 مطلوبين في الصومال، وهم بالذات أبو طلحة السوداني وفزول والنبهاني، واتهم هؤلاء بأنهم دبروا هجمات السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام 98. هل كنت تعلم بوجود هؤلاء أيام زعامتك للمحاكم الإسلامية؟ أبدا. وأيضا يعني هذا الحديث
قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، والمحاكم الإسلامية ما كانت تسيطر على جميع المناطق، لذلك لم يكن لدينا أي علم. لكن هناك تقارير حتى غربية تحدثت من أنه كانت هناك علاقة شخصية لك بهؤلاء، وكانت هناك علاقة أخرى مع الذين يدعمون هؤلاء وهم حركة شباب المجاهدين. هذا ليس له أي صحة. الآن نعرف أن المحاكم الإسلامية كيف بدأت وكيف انتشرت، وحركة الشباب المجاهدين نحن عرفناهم أخيرا بأن هناك تنظيم اسمه حركة شباب المجاهدين، وأعتقد أنه لم يكن معلوما ما قبل المحاكم الإسلامية. لكن فخامة الرئيس في هذه الأيام كنت إرهابي على الطراز الأمريكي، يعني بالمواصفات الأمريكية كنت إرهابي، فلماذا لم تعلم حتى هؤلاء؟ أعتقد هذه ليست مسؤوليتي، أنا كنت أقاتل من أجل قضية بلدي وما زلت أقاتل من أجلها، فطبعا النظرة الأمريكية أنا لا أتحكم فيها، فلذلك يعني هذا السؤال الأفضل أن يوجه إلى الإدارة الأمريكية. لكن هناك سؤال مهم آخر يتعلق بهذا الموضوع. أيام زعامتك للمحاكم الإسلامية استطعت بحكم خطابك الإعلامي أن تحفظ العلاقة بين الأطراف المتناقضة، بمعنى ونحن نتذكر أن أيمن الظواهري أرسل شريط كان يزكيك فيها، وجندي فريزر مسؤولة الشؤون الأفريقية لوزارة الخارجية الأمريكية تحدثت في تصريح إعلامي تزكيك. فكيف كنت استطعت أن تحافظ على المتناقضات في هذه الفترة، وبعد انتخابك للرئاسة لم تستطع أن تحافظ على هذه المتناقضات؟ أولا نبدأ بالحركات الإسلامية بصفة عامة. الحركات الإسلامية لم تنضج ولم يعني مستواها لم يصل إلى مستوى يعني الدولة القطرية، لذلك الحركات الإسلامية أو تنظيم القاعدة عندما يرون يعني متدينين أو حركات مقاتلة قد يتعاطفون معهم، والتجاذبات تأتي من هذا المكان. يعني ممكن القاعدة ليكون تؤدي أن تبعث رسالة عبر الإعلام، وأيضا أمريكا نفسها تريد أن تبعث نفس الرسالة، فترجع للقيادة نفسها. نحن الآن نريد أن يعود الأمن والاستقرار للصومال، لهذا البلد. القاعدة لا يؤمنون ذلك، لذلك يعني سيفترقون معك عندما تتحدث عن دولة صومالية وعن يعني أي شكلها سواء كان إسلامي أو غير إسلامي، لا يأتون معك. الحكومة الأمريكية الآن علمت بأن محاربتها للمحاكم الإسلامية وللشعب الصومالي لا يأتي بالنتيجة، لأن يعني تحاكم الشريعة هذا مطلب شرعي لا يمكن يعني